فالبخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، أجمعت الأمة على قبول البخاري ومسلم، كتاب البخاري وكتاب مسلم. فلله در الإمام البخاري وما أفقهه، وكما يقال فقه البخاري في أبوابه. فالبخاري إمام الحديث والفقه والعلل. قال فيه الإمام مسلم: يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل بين عينيك، دعني أقبل بين عينيك يا أستاذ الأستاذين. وقال علي بن المديني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، يعني أن مسلم تفقه به وتخرج به، فهو إمام الصنعة بلا مدافعة، إمام الحديث بلا مدافعة. الإمام البخاري أخذ الحديث والعلم وتعب من أجله، وأخلص لله عز وجل في جمعه، فنفع نفعا عظيما وانتفع نفعا عظيما. ومن آثار هذا الكتاب العظيم الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وألفه في أعوام وسنين طويلة. وذكر عنه أنه لم يضع حديثا فيه حتى صلى لله ركعتين يستخير الله فيه. ومع ذلك تجد الآن من يطعن في هذا الكتاب، أهل الزندقة والضلال والانحراف الذين لا يريدون للإسلام والمسلمين خيرا، يزعزعون الناس وعقائد الناس في البخاري ومسلم، لأن فيهما من العلم ما يهدم بدع المبطلين ويرد على زيغ الزائغين ويكشف عوار الكافرين والمنافقين. فالبخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، أجمعت الأمة على قبول البخاري ومسلم، كتاب البخاري وكتاب مسلم. وكل ما فيهما صحيح إلا أحرف يسيرة قليلة انتقدها بعض الحفاظ، صحت خارج الصحيح أحرف يسيرة، وقد نخلها الأئمة كالدارقطني وغيره. وجاءت إلينا صافية نقية تقرأ الحديث فتكاد تحلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لصحة إسناده وثقات رجاله. وقبح الله رجلا طعن في البخاري ومسلم، سواء في الإمام البخاري أو في الإمام مسلم أو في صحيحيهما، قبحه الله. كيف يجرؤ على أن يطعن في كتاب البخاري ومسلم اللذان هما أصح الكتب المؤلفة على وجه الأرض، وأصحهما البخاري وبعده مسلم، وهذا باتفاق الأمة التي سلمت عقائدهم، بخلاف هؤلاء الذين مسخوا ومسخت عقائدهم وضلوا وتأثروا بأهل الزيغ والضلال والانحراف. فبين حين وآخر يظهر من يطعن في البخاري، في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، ويقول نحن رجال، البخاري رجل ونحن رجال. نقول نعم، البخاري رجل علم ورجل علل ورجل حديث ورجل خير وإمامة في الدين، وأنت رجل شر وفتنة وزندقة حين تضعف الأحاديث بغير حجة واضحة صحيحة، وترد أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالهوى والرأي الفاسد. وربما يخاطبك بعض هؤلاء الذين انحرفوا وضلوا ويقول أنتم تقدسون البخاري، صحيح البخاري وصحيح مسلم. نقول نحن نقدس قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، لأنه ثبت بالأسانيد الصحيحة عن الثقات المقبولين الأثبات عندنا وعند الحفاظ والأئمة في الدين الذين شهد لهم بالخير والسابق والفضل. فعندما تقرأ مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، ومثل حديث ماذا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وهكذا كم تجد من هذه الأسانيد. سلسلة الذهب أصح الأسانيد عند ابن المديني، أصح الأسانيد عند البخاري، أصح الأسانيد عند كذا عند الأئمة يذكرها أهل العلم في كتب المصطلح. فنعوذ بالله من كل طعان في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ونعوذ بالله من كل شرير يتنقص
كتب العلم والحديث والسنة بغير علم ولا روية. ومنهم من يأتي بأقوال يحاول أن يكافئ أن يظهر المعارضة بين حديث البخاري نفسه بنفسه أو بين الأحاديث الأخرى، فيأتي مثلا بحديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله ما هو أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: الكعبة. قال: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. فيقول: انظر، هذا الحديث فيه أن بين الكعبة وبين المسجد الأقصى 40 سنة. ويأتي بحديث عند أبي داود أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى، ويقول: انظروا كم بين سليمان وكم بين إبراهيم من السنين والقرون الطويلة. يريد بذلك الطعن في الحديث الثابت في الصحيحين، حديث أبي ذر. وغفل المغفل عن كلام أهل العلم وتوجيه أهل العلم لهذا الحديث، وأن بناء سليمان عليه السلام كان تجديدا وليس تأسيسا من أساسه الأول. وهكذا حديث إن الله خلق آدم على صورته، ويقول: شوفوا انظروا هل الله مثل آدم؟ ويذكر مثل هذه الشبه، مثل حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من سببته وشتمته أو لعنته فاجعلها عليه زكاة ورحمة. ثم يأتي ويقول: انظروا هذا صحيح مسلم، باب من سببته أو لعنته أو شتمته، حديث رقم كذا، طبعة ابن حزم، صفحة كذا، حديث رقم كذا. ثم يقول: انظروا هل رسول الله يسب؟ هل رسول الله يشتم؟ يعني معناه أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وغفل المغفل عن كلام أهل العلم، وأن المراد بالسب هنا ليس هو السب المعروف عند العامة، وإنما ما اعتاده العرب كقوله: تربت يداك، ثكلتك أمك، ونحو هذا الكلام. ويح أمه مسعر حرب، لا وأبيه، ونحو ذلك الكلام الذي حصل ويحصل كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا كم تجد وكم ترد على هؤلاء المبطلين، على هؤلاء الضالين المنحرفين. فنسأل الله عز وجل أن يبور مكرهم، وأن يخمد فتنتهم، وأن يذلهم، وأن يجعلهم نكالا وعبرة لكل ضال منحرف متنقص للحق وأهله. وأيضا يأتي مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، تسابق معها وسبقها ثم تسابق وسبقت، فقال: هذه بتلك. ثم يأتي بالعقل، يقول: انظر هل يعقل أن نبي يسابق امرأة؟ ويأتي مثل هذه الترهات، يأتي بالعقل. وكنت قد جمعت مبحثا في الرد على عدنان إبراهيم في بعض الأحاديث التي انتقدها على البخاري بالهوى والعقل المريض، بعقله المريض. وله بعض الكلام والجلسات التي يتنقص فيها البخاري بعنوان، بعضها بعنوان مشكلتي مع صحيح البخاري، نحو ساعة أو ساعة ونصف، مشكلتي مع صحيح البخاري. وهذا رجل زائر منحرف ضال. وهكذا الآن ظهر رجل آخر الظاهر اسمه يوسف، يعني نعم وسيم يوسف، أيضا ضال منحرف من هذا الطابور المريض. وأيضا فلان يقال له الحيدري وهو رافضي. وهؤلاء يظهرون على الشاشات لتشكيك الناس في البخاري ومسلم.
الحذر من هؤلاء. وأيضا هذا الممسوخ الذي مسك قبل أيام في المملكة، علي الحجوري الذي كان يمثل دور جعفر، أيضا هو ممن يتنقص البخاري ومسلم، وهو رجل خبيث المعتقد، وهو من تربية الإخوان المسلمين، من تربية الإخوان المسلمين. وكم تعدد من هؤلاء الضلال، من هؤلاء الذين انحرفوا وضلوا سواء السبيل وخالفوا الأمة وخالفوا علماء الأمة ونصحاء الأمة. فكم مر البخاري، كم مر عليه من الأئمة الأعلام، فكل هؤلاء الأئمة وكل هؤلاء العلماء سكتوا عن هذا الباطل الذي في البخاري ومسلم، حتى تأتي أنت وتبين للناس الأخطاء والعقليات والمخالفات في أحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم، خبت وخسرت. وفي زمننا هذا الحاضر فحول العلماء كابن باز والإمام مقبل الوادعي والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين والفوزان وغيرهم، العباد، وهكذا الحيدان، وثلة مباركة من العلماء الراسخين في العلم، كلهم لم يقولوا ما قلتم في البخاري ومسلم، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فأيهما أهدى سبيلا، أنتم أم هم، أيها الضالون المنحرفون؟ فلا مقارنة بينكم وبينهم بعد المشرقين. وتجد من يصفق لهؤلاء الممسوخون، لهؤلاء الممسوخين، تجد من يصفق لهم ويستمع لكلامهم ويروج لهم وينزل مقاطعهم وينشرها في أوساط المجتمع المسلم الجاهل، وعندهم غير هذه البوائق، فهم يطعنون في هذه الكتب ويردون كثيرا من الأحاديث كأحاديث الدجال وأحاديث نزول عيسى بن مريم وأحاديث ظهور المهدي وغير ذلك من الأحاديث الثابتة والمسائل التي متواترة في الكتاب والسنة